هو انت لازمتك ايه لما انا هظهر في الفيديوهات وهدفع اعلانات وكمان هنزلك فلوس؟ ده كان رد العميل لما قلت له ان نجاح على السوشيال ميديا محتاج انك تقدم كونتنت وتستمر، وطبعا بجانب الاعلانات بالذات في الفتره الاولى، وكمان اكيد مش هعمل لك كل ده ببلاش. للاسف بسبب قله وعي الناس فاكره ان السوشيال ميديا فانوس سحر، تحط جنيه هيرجع لك 10. كانش حد غلب والله. السوشيال ميديا زيها زي اي مشروع في الواقع، محتاج افكار، محتاج صرف، محتاج استمراريه. الناس بقت تحب يضحك عليها، اللي هو تعالى هات 1000 جنيه او وصلك ل 100000 شخص، وانت طبعا بجهلك هتقول 100000 شخص اكيد فيهم 100 شخص هيشتروا المنتج فانا كسبان، تلف وتنصب عليك وانت مش فاهم حاجه. نصيحتي ليك لما تبدا على السوشيال ميديا جرب تشتغل فيها بايدك الاول، عشان وقتها تقدر تقدر شغل الناس اللي هيمسكوا شغلك، ووقتها تعرف ان التسويق على السوشيال ميديا مش حاجه سهله ومحتاجه فعلا حد جنبك. الموضوع فيه تفاصيل كتير، ماركتنج بلان وديزاينز ومونتاج وادز ومودريتور وترند تستغله ازاي، وكل حاجه من اللي ذكرتها دي جواها فروع قد كده، زائد كمان الحاجات دي يوميا متغيره وفيها ابديتس، لازم تكون متابع اول باول. ونصيحه ليك اخيره، التسويق بالمحتوى والاستمراريه هي سر النجاح في الفتره دي.